السلام عليكم، معكم لي سافيغ دو كاري، نقولكم مرحبا بكم. رانا مع السلسلة تاع الحلويات التقليدية الجزائرية. طبعا اليوم جبت لكم مقروط اللوز وبأصغر كيلة، يعني حوالي 12 حبة. اللي تحب تتعلم ولا اللي جرباتو من قبل وغبنها وما جاهش، اليوم اكيد راكم رايحين تنجحوا فيه. نروحوا طريقة التحضير وخذوا بالنصائح. عندنا 3 كيلات تاع اللوز يكون مرحي، يعني كل كيلة توزن 100 غرام، اونتو عندنا 300 غرام. نزيدو لها مغرفة صغيرة تاع لافاني، واللوز شوفوه يكون بيض، يعني ممكن تشروه إلا شتوه طري يعني روحوا حمصوه 5 دقايق برك، يعني قسم ما ينشف معاكم. وعندنا كيلة موان ان دوا تاع السكر، سكر كريستاليزي. انا زدت رحيتو البنات باش يجينا معسل ويذوب لنا بالخف. زدت مغرفة تاع العسل، والعسل يعتبر كمادة حافظة للكاطو تاعنا اللي هو مقروط اللوز. نزيدو مبشور الليمون، انا درت 3 ليمونات كبار وبشرتهم. زدت حبة ولاد الدجاج وخلطت كلش، يعني السكر مبشور الليمون ومغرفة تاع العسل وحبة ولاد الدجاج، نخلطوهم مليح مليح. وإلا حبيتو زيدو ضربوهم حتى بالبغا ميكسور هكذا باش السكر نضمنو باللي داب معانا. انا واش درت، حركتهم مليح بالفوي تاع اليد، شوفوا كيفاش بيض لنا. هنا نروح نغطيه ونخليه نص ساعة، يعني حتى نصيب هذاك السكر تاعنا داب. سينو خلطوه بالبغا ميكسور يدوب معنا ضربة واحدة. فوالا شوفوا بعد ما نحينا الغطاء جازت نص ساعة داب معنا داك السكر. نروحو نخلطوه تدريجيا مع هذاك اللوز، يعني مبتدئات ما ترموهش ضربة واحدة هكذا باش ما تحصلوش اونكا زعما يجيكم جاري ما تقدروش تداويوه من بعد. يعني شوفوا ديروه غير تدريجيا وطموا، يعني تجيكم هذيك لاباط تاعكم تجيكم معسله وشويه طريه، ما تجيش يابسه. فوالا مع اللي يزيد يريح راح يشد روحو. فوالا شوفوا انا راني نحط غير بالعقل ونخلط حتى نتحصلوا على يعني اون فارس تجي معسله الله الله عليها. انا ما حبيتش نجري لكم الفيديو باش تفهموني وتاخذوا بالنصائح وباش ما تروح لكمش حتى لقطه، يعني راني نفهم. واللي ما فهمتش تكتب لي في لي كومونتير. انا جبت لكم هاد الوصفه تاع الوراشات باسكو بكري ما كانوش يديروه كيما هكذا، يعني كانوا يخلطوا كلش على جهه. فوالا هاد الوصفه ناجحه مليار بالمية، يعني محال وحده تجربه وما يجيهاش. فوالا شوفوا بعد ما طمينا يعني هذيك ولاد الدجاج شدتنا كامل. سينو الا كانت عندكم كميه كبيره ديروا 2 صفار بيض مع بيضه، يعني انا نحكي لكم على 2 كيلو ولا 3 كيلو. انا عندي غير 300 غرام، جاتني حبه ولاد الدجاج. نحطوه فوق لو بلان دو ترافاي ونقوموا بهذه العمليه. شوفوا البنات ما نعجنوه بلا بوم دو ما اللي هي كف تاع اليد. وعندي 20 غرام تاع الزبده، انا درت زبده الحره باش يجينا مقروط اللوز بنين. والزبده واش دير لنا هذيك راح تخلي لنا مقروط اللوز طري ويحافظ على الطراوه تاعو مده طويله. بعد ما درنا هذه العمليه نديروه في بابي فيلم ولا ساشي ونخلوه يبات، يعني ضروري يبات الا كنتو مغصوبين 4 سوايع. شوفوا بعد ما جازت الليله كامله اجبدناه، وشوفوا هو بارد وانا راني ندير في البودان تاعي. وشوفوا كي تكونوا تروليو فيه ديروا بالكف تاع اليد. انا سمحوا لي جريت الفيديو باش ما يجينيش طويل. كي تكونوا ديروا البودان تاعكم ما ديروش صبعتيكم باش ما ياخدوش هادوك البصامات، ديروا بالكف تاع اليد. انا عندي هاد المول ولا القطاعه، البنات اللي تقطع البقلاوه والمقروط يعني نقول لكم غير ننصحكم شروها باسكو تقطع لكم مقروط اللوز بزاف شباب. انا راح نديرو مويا، ما راهو كبير ما راهو صغير. فوالا شوفوا البنات طراسيت برك وراني قطع بلا كوبات هكذا يجينا على حبه. شوفوا نعطيكم نصيحه تاني، ديروه بارد من الفريجيدير ديريكت، ديروا هاد البودان باش المقروط تاعنا يجي لا فورم تاعو على حبه. فوالا شوفوا كيفاش راني نواسي فيه غير بلا كوبات، راني نسقم فيه وما ديروش لي بوينت بزاف، خلوه كيما راهو. شوفوا راني نواسي فيه غير بيدي ومن بعد بلا كوبات هكذا وخليوه بومبي، يعني ما ترقدوهش. كاين بزاف اللي يديروه مصبط مقروط اللوز يجي بومبي، ما كاش منها يجي هكذاك نازل كي هو كي مقروط المقله.
يعني يجيو في زوج عندهم لا فورم شابه. فوالا انا راني نفهم فيكم، واللي ما فهمتش ربي يحفظكم اكتبوا لي في لي كومونتير باسكو اكثر من هكذا ما كاش. فوالا نكمل المقروط اللوز تاعي كامل مفورميه كيما راكم تشوفوا، والفوغ شعلته على 180 درجه، حطيتهم في السنيوه تاعنا ونحطهم 10 دقائق البنات، ما يفوتوش 10 دقائق. شوفوا انا تالمون الفوغ تاعي يسخن بزاف، يعني غير حطيتهم بداو يحمروا لي. وما تشعلوش الفونتيلاتور باسكو الفونتيلاتور راح يخدعكم، يحمره لكم من الفوق، فهمتوني؟ هو يقعد خضر ويحمره لكم من الفوق صافي راح يحرقوا لكم. الوغ ما ديروش الفونتيلاتور، خليوه شاعل غير الغاز من التحت وناقصوا للفرن، يعني 150 درجه. من الاول درتو 180 ومن بعد نقصت له. ولا شوفوا كيفاش حمر لي في لي كوتي، انا ما حبيتوش هكذا مي جا طري ما شاء الله. واش ناخذوا بالنصائح اللي قلت لكم عليهم هكذا باش ما تطيحوش في الغلطه. فوالا انا درت سيرو كاس تاع السكر، 2 كيسان تاع الماء، حطيتهم يغليو يعني يرفدوا الغليه برك، ما حسبت لهمش، رفدوا الغليه وطفيت ودرت لهم 4 كاس تاع الماء زهر، خليتها حتى بردت. والمقروط اللوز لازم يبات البنات، كي طيبوه بيتوه في الفريجيدار، حطوه ولو لوندوما بداو تسكروا فيه، يعني يعطيكم نتيجه بزاف هايله. بالكو تسكروه وهو سخون يعني ولا طايب في هذيك النهار، فهمتوني؟ فوالا انايا حطيتو سكرتو كيما راكم تشوفوا. وانا راح نخدم الوريقه هذه. الا عندكم هذا المول تخدموا ورقه، ولا ما عندكمش معليش تقدروا تشريوهم راهم يتباعوا طالعين. فوالا نروح نلونها بالدوغي هكذا ونخليهم ينشفوا، ومن بعد نزين مقروط اللوز تاعنا. وكما تقدروا تخليوه سامبل يعني على طبيعته. ولا انا برك حبيت النوع ونعطيكم يعني معلومه. فوالا كما قلت لكم مقروط اللوز تاعنا شمخناه في السيغو وخليوناه يقطر شويه، ومسحناه بالبابي وغطسناه في السكر غلاس، وكما قال دفناه رمدناه كامل وخليناه واحد 4 ساعات ووليت ليه. شوفوا كي تديروا هذه الطريقه راح يتسكر لكم فاسيلمون، راح يلصق فيه السكر. فوالا هنايا نروح نسقمو ونحي كامل هذاك السكر زياده، وشوفوا بالكف تاع اليد نبدا نواسي فيه. فوالا كلمسه اخيره نرش عليه شويه تاع سكر غلاس ونحطو دو كوتي، وما تخليوش فيه طبقه خشينه تاع سكر غلاس، هكذاك راح يجمد معكم ويولي يابس. خليو طبقه رقيقه برك. ولو تصدقوني ما جاش كامل حلو، جا هايل ويدوب ذوبان. غير جربوا هاد الوصفه باسكو ناجحه مليار بالمية، يعني ديروها وعلى ضمانتي كيما العاده والعوايد. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا البارطاج وجيم باش تعم فائده على الجميع. شوفوا هاد المقروط اللي صغيره حبيت نوريها لكم باسكو كي شاط لي لافارس درتها هكذا. يديروها الناس الشرق جاب لي ربي، سمعت ناس تلمسان يديروها هكذا صغير، والله اعلم. اللي تلمسانيه تخلي لي كومونتير تقول لي اسكو صح ولا لا. فوالا شوفوا بعد ما زيناه ودرناه في لي كيسات الله الله. واش نقول لكم شانو هما. وكما تعرفوا راهو حاز المرتبه الاولى عالميا، يعني شرفنا. وحنا كما قال نمشي وراسنا مرفوع على حلويتنا التقليديه. فريمون فريمون ما كاش بحالها. فوالا هنا نروح نقسم محبه معكم. شوفوا الموس كيفاش يحبط، يعني يدوب ذوبان. اللي ما راحش تجرب هاد الوصفه رايحه طراطي. شوفوا كيفاش جا معسل ويقطر بالبنه. هاد الكميه تاع 300 غرام تاع اللوز دارت لي 12 حبه، يعني تقدروا تواسيوه. جربوه وردوا لي غوتور تاعكم وقولوا لي كيفاش جاكم. ماذا بيا كامل تنجحوا فيه. وهاد الوصفه راني نقول لكم تاع الوراشات، يعني تروحوا تقراوها بالدراهم. اليوم كاغي جبتها لكم باطل، ادعوا لي برك دعوه الخير. شوفوا ديك الطراوه، شوفوا يدوب ذوبان، يعني اللي قلبها صغير لا يتحمل غير ما كان له تشوف هاد اللقطه اللي راهي. ولا الحقنا نهايه الفيديو، نقول لكم بقيتكم سلامه.